عملت لكم بقى مكرونه بشاميل النهارده، بس الحشوه مختلفه شويه. عملت لكم مكرونه بشاميل بحشوه الكفته. مين اللي عملها قبل كده؟ مكرونه بشاميل وحطينا في قلبيها كفته. حاجه كده جديده، الناس اللي بتدور على التغيير والوصفات الجديده، اظن مفيش احلى ولا اروع من كده. قبل ما نبدا بقى كده الوصفه، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفه دي عملناها مع بعض ازاي. طاسه كده على النار، مكعبين صغيرين او 3 كده من الزبده، يعني حوالي معلقه من الزبده او الزيت المتوفر عندكم. بكون محضره خلطه الكفته دي زي ما انتوا تحبوا. ده كان حوالي كيلو عندي من خلطه الكفته. بنزل بقى بيها كده واحده واحده على الطاسه من غير اي حاجه، هو مكعبين الزبده الصغيرين دول وخلاص. بفضل اقلب بقى فيها لغايه ما تتشوح وهتتفرفت خالص دلوقتي قدامكم. بس بنزل عليها بحبه كده من الفلفل الاسمر وبهارات اللحمه. انا كده كده متبلاها ومجهزاها، هي جاهزه على حشوه الكفته، بس احنا النهارده هنفرمها خالص ونحطها في قلب المكرونه بشاميل. رشه كده من الفلفل الاسمر وسبع بهارات، وبقلب بقى فيها كويس. بكون محضره طماطميه صغيره كده مكعبات، بحطها لما تبتدي اللحمه تخش في السوا شويه كده. بفضل اقلب فيها بقى لغايه ما اوريكم دلوقتي، لمده بس كده 5 دقايق لغايه ما تفك. هي كده كده مش هتاخد وقت على البوتاجاز خالص، زي ما انتوا شايفين كده. 5 دقايق ونزلت بمكعب بطماطم مكعبات، طماطمية واحدة بس، وشوحتها في قلبيها. بالظبط بتاخد 7 أو 8 دقايق على النار. بجيب بقى هنا عندي أي صينية عندكم، بشاميل طبعا كلكم عارفينه، بشاميل العادي بتاعنا. وبرص المكرونة. المكرونة طبعا 3/4 سوا، وحاطة مغلفاها برضو بحبة من البشاميل. وبنزل بقى كده بيها على الصينية. وبجيب بقى الكفتة، عايزة اقول لكم ريحة الكفتة رهيبة. كوصفة جديدة وحشوة جديدة للمكرونة البشاميل، جربوا الطريقة دي، حلوة قوي 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 وطعمها تحفة ومميز. لو انتوا بتدوروا على الجديد، شوفوا بقى الوصفة دي وهتدعولي، وهستنى رأيكم في الكومنتات. بصوا ما شاء الله بقى كده، ريحة الكفتة حلوة قوي. الطماطمايه المكعبات اللي احنا نزلنا بيها اديتها طعم وخليتها طرية مع البهارات والفلفل الأسمر. بنزل بقى برشة من صوص البشاميل، وبنزل ببقية المكرونة، وبنزل ببقية البشاميل. بكون محضرة الفرن على درجة حرارة 220 بالظبط، تلت ساعة بالظبط. طبعا اللي هنا عندي انا مبحطش الجبنة دلوقتي خالص. اول ما المكرونة تقعد كده شوية في الفرن تتشمع بس كده، تلت ساعة بالظبط، بقوم مخرجاها تاني وحط عليها الجبنة الموتزاريلا. هوريكم دلوقتي. نخلص بس الاول البشاميل، لازم الفرن يكون مولعينه من قبليها زي ما قلت لكم. برص البشاميل كده عادي وبظبطه على الوش كويس. في ناس بتحط الجبنه الموتزاريلا من دلوقتي، بيخلي الوش محروق او في حروقه كده. بسيب انا بقى الصينيه تتشمع تلت ساعه، وبعد كده بخرجها بحط الجبنه الموتزاريلا. هوريكم دلوقتي. بصوا كده اتشمعت تلت ساعه بالظبط في الفرن. بروح نازله بقى بالجبنه الموتزاريلا، وبدخلها تاني تحت الشوايه، يعني بالظبط اقل من 5 دقايق. هتديكوا لون حلو قوي، وتبقى المكرونه طريه كده وجوسي. جربوا بقى الطريقه دي. دي طريقه جديده للمكرونه بشاميل لعشاق المكرونه اللي عايزين يغيروا في الطريقه، ونوعوا برضو وشوفوا الطريقه يمكن تعجبكم. وبدخلها تحت الشوايه لمده 5 دقايق، هتطلع بالشكل ده. بصوا بقى الجمال، حاجه روعه. ريحه الكفته فيها يا جماعه مغيره ملامح المكرونه خالص، طعم جديد وحلو قوي ومختلف. انا كده نزلت عليهم بحبه كده من الدقه وحبه من الشطه. يا نهار ابيض على الجمال. جربتوا بقى المكرونه البشاميل بالدقه والشطه؟ طعم تاني خالص ما شاء الله. بصوا شكل المكرونه وطعمها روعه.
اتمنى بقى لو الوصفة عجبتكم تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، سلام.